السلام عليكم. لقد اجتمع للطائف من تعدد اللهجات وتفردها الشيء الكثير، نظرا لتعدد قبائله ومجتمعاته واختلاف مواضع سكناهم باختلاف تضاريسه. فنجد كثيرا من أهل الطائف يقول المسيد، يقصد بذلك المسجد مبدلا الجيم ياء. ومن لهجة ثقيف القديمة مثل قولهم حين النطق بكلمة شجرة يقول شيرة. جاء في كتاب الأمال للقالي قول الشاعر: إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى فأبعدكن الله من شيراتي. وتنتشر هذه اللهجة عند أهالي شمال الطائف وشرقه كبعض فروع تيبة وعدوان والحمدة من ثقيف. وإذا أوغلت مشرقا ومشئما تجلت لك العنعنة بأوضح صورها، وهي إبدال الهمز عينا كقولهم سعال بدلا من سؤال، والهاعة بدلا من الهيئة. وكذلك إبدال الياء ألفا كقولهم عانه بدلا من عينه للإشارة إلى الشيء بعينه دون غيره، وباض بدلا من بيض. أما جنوب الطائف وغربه فحدث ولا حرج عن جمال المفردات وأصالتها. فمن ألفاظهم المميزة الفصيحة إبدال الضاء لاما لثقل مخرجها مع تضخيم اللام، كقولهم توليت بدلا من توضأت، وزيادة هاء الملكية للمتكلم كقولهم يا حبابية وولدية وشل خدية. وفي الآية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وهي من لهجات هذيل وسرات ثقيف وقريش في الطائف. ومن لهجتهم الفصحى أيضا ضم الغائب كقولهم أكلته وعلمته. قال السيوطي: أما الحجازيون فلغتهم ضم الغائب مطلقا. وبذلك قرأ حفص الآية القرآنية وما أنسانيه إلا الشيطان، وقوله بما عاهد عليه الله. ونجد عند سرات بني سعد بن بكر القريبة من الطائف أو جنوب الطائف قولهم اكسع أي ارجع. وكسع البعير بذيله أي أرجعه بين رجليه. أما حاضرة وسط الطائف فقد حافظوا على لغة تسمى التلتلة، وهي لهجة تشترك فيها العربية والعبرية والسريانية والحبشية كما جاء في المصنفات اللغوية. مثال ذلك أن نقول تعلم بدل من تعلم، وتأثم بدلا من تأثم. وفي إحدى القراءات للقرآن الكريم قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وقوله ما لك لا تأمن على يوسف. قرأ بذلك يحيى بن وثاب، وهي كسر تاء المضارع. وتنتشر أيضا عند نساء حاضرة الطائف في كلمة وي، وتستخدم للتعجب والذهول. وعادة ما يتبعها كلمة يا ندامة كقولهم وي يا ندامة. جاء في الآية على لسان قوم قارون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وكلمة زك عليه، ومعنى ذلك أفهمه وذكره. قال الشاعر ولن يراجع قلبي ودهم أبدا زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا. وهناك لفظ لطيف يستخدمه أهل منطقة الهدى للدلالة على الضباب، وهو قولهم هبط الطخيف، فهم يسمون الضباب بالطخيف، وهو تصغير لكلمة الطخف، وهو السحاب الخفيف كما في معاجم اللغة. كما يسميه بعض أهل الطائف البقاع. ونجد كثيرا مما يتردد في أحياء الطائف كلمة يلد بدلا من ولد، وهي من لهجات العرب في قلب الواو ياء تخفيفا. انظر مصنف ابن إياز في اللغة. دمتم بخير.